لو حاسة إن الفلوس بتخلص بسرعة ومش عارفة السبب إيه، الفيديو ده ليكِ. بس قبل ما ندخل ونشوف الفيديو ونشوف الأفكار بتاعة النهارده، لو أنتِ أول مرة تشوفيني، أنا هند ودي قناتي بتهتم بالتوفير وتنظيم المصروف والميزانيات. انزلي تحت الفيديو، اشتركي وفعلي الجرس على الكل عشان كل جديد ينزل ييجي لِك إشعار بيه. النهارده يا بنات عندي مجموعة كبيرة جدًا من الأفكار، بس أنا مش هاعملها لكم على فيديو واحد، أنا عندي بسم الله ما شاء الله حوالي أكتر من 15 فكرة علشان خاطر تعرفي توفّري وتعرفي تمسكي الفلوس بتاعتِك معاكِ وكمان تنظّمي مصروفاتِك. بس أنا هاقسّمهم على جزئين، يعني ده الجزء الأول وإن شاء الله بإذن الله انتظروا منّي الجزء التاني عشان بس ما نطوّلش عليكم، لإن هي هتبقى لو فيديو واحد هيبقى طويل أوي. فإحنا إن شاء الله بإذن الله أنا هاعمله على 2 فيديو على قسمين بحيث إن إحنا إيه، ما نطوّلش عليكم الفيديوهات. يالّا بقى بينا نشوف الأفكار. أول فكرة معايا وهي الاعتدال في الإنفاق. يعني إيه الاعتدال في الإنفاق؟ يعني مبدأ أو منهج الوسطية. ديننا الحنيف والإسلام، ربنا أمرنا في الإسلام أمرنا في القرآن الكريم بالاعتدال في الإسراف. ربنا في القرآن قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني إيه؟ يعني اللوم والحسرة مش على بس اللي بينفق بس، لا ده هي على الاتنين. لا أكون بخيلة وقافلاها على نفسي، ولا أكون فاتحة إيديا وسايباها على البحري وبصرف المصاريف بتاعتي اللي عارفة بتروح فين ولا بتيجي منين. المفروض إن أنا أعتدل وأقتصد. يعني إيه؟ يعني في على فكرة يا بنات فرق ما بين الاقتصاد والبخل. البخل إن أنا أكون بخيلة على نفسي وباحرم نفسي من حاجات أنا محتاجاها، إنما الاقتصاد وهي إن أنا أكون عارفة أنا باصرف المصاريف بتاعتي في إيه، وباصرفها في حاجات أنا محتاجاها، وباصرفها بطريقة معتدلة، وباصرف في حاجة تنفعني مش في حاجة سَفَه. يعني مش باصرف على الفاضي وعلى المليان، أنا عارفة أنا باصرف إزاي وباصرف إمتى وباصرف ليه. يبقى أنا أعتدل، أصرف باعتدال، وإن أنا أصرف بطريقة اقتصادية، بطريقة ما تضرنيش بعد كده. يبقى ده أول حاجة اللي هو الاعتدال في الإنفاق. بعد كده رقم 2 الادخار قبل الصرف. بمعنى إيه؟ أنا خدت المرتب بتاعي أو خدتِ مصروف البيت بتاعِك، يبقى أنتِ تع تع ت تدخري قبل ما تمدي إيدِك على الفلوس أو تصرفي منها جنيه واحد. يعني مثلًا لو أنتِ خدتِ المصروف بتاعِك شيلي منهم بنسبة 10%، سيبيها على جنب، ده ادخار. الادخار ده للمستقبل، مش هتيجي ناحيتهم لأي سبب من الأسباب، أيًا كان إيه هو أنتِ مش هتيجي ناحيتهم، دول لبكرة، دول للزمن، دول ل ل لوقت أنتِ هتكوني فيه مزنوقة بجد أو لأزمة بجد عندِك. دول على جنب خالص وتنسيهم نهائي، أكنهم مش جولِك أساسًا، لأي سبب من الأسباب أنا مش هامِد إيدي عليهم ولا هاجي تشيليهم بقى في جمعية، تشيليهم في بوسطة، تفتحي حساب في البنك، أيًا كان. تمام. ده مثلًا بقى ولادِك كبروا وعايزة تجهّزي بنت من بناتِك، ابنِك عايز يعمل مشروع هتُقفي جنبه، ليكِ أنتِ أو لزوجِك بعد كده. فمقدولي اللي هو الادخار قبل الإنفاق، ده اللي أنا باقول عليه دايمًا، إن أنتِ بتشيلي جزء من الفلوس قبل ما تبدئي المصروفات. خدتِ مثلًا وليكن 5000 من المصروف البيت بتاعِك، ده مصروف بيتِك 5000 جنيه، يبقى أنتِ هتاخدي كده 500 جنيه، ده قيمة ال10% من ال5000، وهتشيليهم على جنب نهائي. اعتبري إن هُم مش موجودين معاكِ، وإن المرتب بتاعِك هو ال4500 ودول اللي أنتِ هتمشّي نفسِك بيهم. تمام. طيب بعد كده نيجي لتالت حاجة، وهي حاجة معانا يا بنات، وهي آمم حاول تعيش بأقل من الدخل. حاولي تعيشي بأقل من الدخل. يعني إيه؟ يعني وليكن أنتِ خلاص خدتِ المصروف بتاعِك وليكن مثلًا 5000 جنيه، أيًا كان، يعني أنا بادّيكِ كده على سبيل المثال 3000 جنيه اللي ربنا قاسم بيه، هتاخديه. قُلنا أول حاجة إحنا هنشيل اللي هو الادخار قبل الصرف، شِلتِ خلاص جزء على جنب. أنا مثلًا وليكن أنا خدت مصروفي 5000 وشِلت 500 دول على جنب، ومعايا دلوقتي 4500. أنا هاحاول أعيش بقى في حدود 4000 بس، وال500 جنيه دول أنا هاشيلهم على جنب. ليه بقى؟ لأي ظرف أو أي حاجة تحصل لي خلال الشهر لازم يكون أنا عاملة حساب أي ظرف طارئ أو أي حاجة تمُر عليَّ أو تعدّي عليَّ. أو لو عدّى الشهر والحمد لله بأمان وسلام وال4000 تمام كفّوني المصاريف بتاعة البيت بتاعي، يبقى كده تمام و100 فُل و10، وال500 جنيه دول كمان هُم كمان هيدخلوا في ادخار أو في توفير
لغرض أنتِ تكوني عايزة تعمليه خلال السنة، مثلًا عايزة تعملي تجديدات في البيت، لو مثلًا عايزة تجيبي حاجة جديدة في بيتِك، عايزة تشتري مثلًا حاجة جديدة، جهاز جديد عندِك للمطبخ، أيًا كان. يبقى أنتِ عندِك تالت بند وهو إن إحنا هنعيش أو نعيش بأقل من الدخل. يعني إيه أو إن أنا أحاول إن أنا أعيش يعني بأقل من الحاجة اللي أنا حاطاها لنفسي، الrange اللي أنا حاطاه لنفسي. ده بالنسبة لتالت حاجة، إن أنتِ تحاولي تعيشي بأقل من الدخل بتاعِك. طيب رابع حاجة وهي التوفير في الفواتير. بُصّوا يا بنات، البند ده يمكن أنا اتكلمت عليه كتير قبل كده في الميزانيات، وهي التوفير في الفواتير. إحنا عندنا فواتير كتير جدًا ممكن نكون بندفعها خلال الشهر. أنتِ عندِك المَيّة وعندِك الغاز وعندِك الكهربا وعندِك النت وعندِك الاشتراكات، مثلًا لو في اشتراكات مثلًا لتطبيقات أو حاجة زي كده، فأنتِ عندِك في فواتير كتير جدًا بتدفعيها، فإحنا نحاول ندّخر أو نوفّر فيها على قدر المستطاع. عندِك أنتِ ممكن توفّري في الكهربا طبعًا. هو دلوقتي الفترة ديّة أساسًا اتجاه وسياسة في الدولة عامةً، وإن إحنا نوفّر في الطاقة. الطاقة بقى بكل أشكالها. أنتِ عندِك الطاقة الكهربائية أو الطاقة اللي هي البترولية زي الغاز مثلًا طبيعي، إحنا عندنا في البيوت الغاز، فإحنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نوفّر. عندِك فاتورة الكهربا، ما أنا يا بنات العداد بتاعي كارت، فأنا ممكن أوفّر فيه، لإن أنا المتحكمة في القدر اللي أنا باستخدمه، في القدر الاستهلاك بتاعي. كل واحد فينا هو المتحكم في الاستهلاك بتاعه. معلش، أنتِ لو دفعتِ 500، 600 جنيه في الكهربا، أنتِ لو وفّرتِ 100 أو 200 جنيه من الكهربا، ده هيعود عليكِ وعلى دخلِك وعلى بيتِك. فأنتِ عندِك ال3 فواتير اللي هم ممكن، أو 4 كمان فواتير اللي أنتِ ممكن توفّري فيهم كويس جدًا، وهو المَيّة والغاز والكهربا والنت. طيب هنوفّر فيهم إزاي؟ أول حاجة عندي الكهربا. أنتِ أول حاجة الإضاءة الأماكن اللي هي المفتوحة وما فيهاش ما فيها مش ما حدش موجود فيها تتقفل، نتجمّع كلنا في مكان واحد. داخل علينا الصيف، نحاول إن إحنا نستخدم التكييف بطريقة، أو نرشّد استهلاك التكييف، بمعنى أصح إن إحنا نستخدمه في وقت الذروة بس، وقت الحر الشديد أوي، وقت الضهرية. نكون كلنا موجودين في أوضة واحدة بس التكييف فيها شغال، بحيث إن إحنا ما تشغّليش تكييفات كتيرة لو أنتِ عندِك أكتر من تكييف، أو مراوح كتيرة في البيت. عندِك ممكن الكاتل. شوفوا يا بنات الأجهزة اللي بتسحب كهربا كتير. أنا لمّا أول ما دخل لي العداد اللي هو الكارت ده، شُفت وسألت إيه الحاجات اللي بتسحب كهربا كتير. قال لك الفرن الكهربائي بيسحب كهربا كتير، الكاتل بتسحب كهربا. بمعنى أصح كل حاجة كانت بتسحب كهربا أنا استغنيت عنها. يعني استبدلت الكاتل بإن أنا باستخدم البراد أو الكنكة على البوتاجاز أو على النار. هو على فكرة صحّي كمان أكتر من الكاتل، من الناحية الصحية، وصحّية أكتر من الكاتل. تمام. ده بالنسبة للكهربا. أنتِ عندِك بالنسبة الغاز. الغاز أنتِ ممكن تستهلكي الغاز بكمية زيادة لو أنتِ استخدمتيه بطريقة غلط. طب أنا أوفّر في الغاز إزاي؟ طب ما أنا كده باولّع على البوتاجاز. ما أنتِ كده بتولّعي على البوتاجاز، بس مثلًا لو أنتِ حاطة براد مَيّة أو كنكة مَيّة عشان عايزة تغلي مَيّة، وأنتِ عايزة كوباية، وحاطة مثلًا الكنكة ملياها أو البراد ملياه، وأنتِ عايزة كوباية شاي واحدة، هتاخد وقت أكتر على النار علشان تغلي، فهتستهلك غاز أكتر. تمام. فأنتِ إيه، حاولي إن أنتِ تقللي، حطي الحاجة اللي على قد الكمية اللي أنتِ محتاجاها. طب شغّلت الفرن مثلًا، أنا دلوقتي هاشغّله على، هاعمل مثلًا غدا وهاحط مثلًا صينية مكرونة بشاميل، أو هاحط صينية بطاطس في الفرن، أو صينية كفتة، أيًا كان اللي هتحطيها. وبالليل تيجي تشغّلي الفرن تاني عشان مثلًا تعملي صينية كيكة. اللي يخلّيكِ تشغّلي الفرن على حاجة واحدة، يخلّيني أشغّله على حاجتين و3. يبقى أنا هاشوف أنا مثلًا النهارده هاشغّل الفرن، أشوف أنا عايزة أعمل فيه إيه بالضبط. مثلًا هاشوي بطاطا، لأ ده أنا كمان هاعمل معاهم صينية كيك، لأ ده أنا هاعمل مثلًا هاحمّص شوية سوداني. يبقى الحاجات اللي أنا كلّها هاستغل اليوم اللي أنا هاشغّل فيه الفرن، وهاحط فيه كذا حاجة مع بعض. يبقى كده أنا استغلّيت ووفّرت غاز، بدل ما أشغّل الفرن 3، 4 مرات في اليوم، يبقى هو مرّة واحدة بس جمّعت فيه كذا حاجة. طيب بالنسبة للمَيّة، طبعًا إحنا عارفين الإهدار في المَيّة عامل إزاي. إحنا بنبقى فاتحين الحنفيات عمّال على بطّال، وده كلّه بيبقى بياخد من باستهلاك، يعني إيه، استهلاك مش مرشّدينه. يعني بمعنى أصح أنتِ بتستهلكي على الفاضي، بتدفعي فلوس فعلًا على الفاضي. يعني تقريبًا قيمة من 10 ل15% من قيمة الفاتورة دي مُهدرة. يعني أنتِ تقريبًا على 15 جنيه على كل 100 جنيه، أنتِ دول بتبقي أنتِ مُهدراهم، يعني أنتِ مضيّعاهم. حاجة فلوس أنتِ بتدفعيها في حاجة ضايعة. طب معلش، ما أنا الفلوس اللي أنا بادفعها ديّة في حاجة أنا مش مستفيدة منها أو باستهلكها، باوفّرها على نفسي.
تمام يا بنات؟ نيجي ده بالنسبة للفواتير، يبقى ده عندي البند اللي هو التوفير في الفواتير، ومعلش أنتِ كل جنيه أنتِ بتوفّريه هو عائد عليكِ، ال100 والّا ال200 والّا 300 جنيه اللي أنا هاوفّرهم من الفواتير دول في الآخر هيرجعوا ليّا وهيرجعوا لبيتي، يبقى أنا أستنفع بيهم في بيتي في حاجة أنا محتاجاها أفضل من إن أنا أصرفهم على الفاضي. نيجي لرابع حاجة وهو عدم الإهدار، عدم الإهدار في إيه؟ عدم الإهدار في الموارد اللي عندِك، يعني ما أكونش مسرفة أوي ومُبدرة أوي للحاجة اللي عندي، أقدّر النعمة اللي بين إيديّا، وليكن كمثال على الأكل والشرب، الأكل والشرب أنتِ مثلًا بتعملي كمية رُز معيّنة على قد أسرة، هي هتكفّيهم وليكن مثلًا هيكفّيهم كوباية ونُص من الرُز أو ربع كيلو رُز، أو مثلًا الأسرة دي هيكفّيها نُص كيلو رُز، يبقى ما ازوّدش بحيث إن أنا بعد كده هاعمل وهازوّد وفي الآخر الباقي هيترمي. لأ ما اهدرش في الموارد اللي عندي، أنتِ عندِك الموارد بتاعة البيت عندِك ما اهدرش فيها كلّها، أحافظ أو أستخدم استخدام أمثل أو استخدام مناسب أو استخدام مقنن، بحيث إن أنا الحاجة اللي عندي ما اهدرهاش وتترمي أو تخلص أو تبوظ بسرعة، بحيث إن أنا أحافظ على الحاجة اللي عندي. ده بالنسبة لإهدار الوعي، وليكن مثلًا أسرة بيكفّيها مثلًا من في الأسماك بيكفّيها كيلو سمك، ما اروحش أجيب كيلو ونُص كده الأسرة هي هتاكل الكيلو فقط لا غير والنُص التاني هيترمي. طيب أنا ممكن أعمل إيه؟ عملتِ أكل زيادة، فاض منّي أنا عملت مثلًا أكل وفاض منّي أكل باعمله باحطه في علبة واحطه في الفريزر ليوم تاني، ما ارميش الأكل وما اهدرش في الموارد بتاعة البيت اللي عندي، الموجودة عندي ما اهدرش فيها. الشراء بالورقة والقلم، إن أنتِ تشتري بالورقة والقلم، أنتِ عملتِ إيه دلوقتي؟ أول حاجة لازم تعمليها قبل ما تشتري أي حاجة لبيتِك، لازم أعمل جرد للمطبخ عندي، عندِك ضرفة الخزين وعندِك التلاجة وعندِك الفريزر، لازم تعملي لهم جرد كده وتكتبي أنتِ كل حاجة محتاجاها في ورقة بالورقة والقلم، وتكتبي الصنف وتكتبي الكمية اللي أنتِ محتاجاها. أنتِ لمّا بتعملي جرد بتلاقي عندِك حاجات فاضلة من الشهر اللي فات، فهتشوفي هتزوّدي عليهم قد إيه عشان يكفّوكِ الشهر اللي جاي، وإيه النواقص اللي عندِك عشان خاطر تيجي بيها لإنها مش موجودة عندِك، ومحتاجة منها قد إيه تكفّيكِ في الشهر. فلازم تشتري بالورقة والقلم عشان ما تجيبيش حاجة زيادة عن حاجتِك أو حاجة أنتِ أصلًا مش محتاجاها، دي نقطة. نقطة تانية إنِّك لمّا تنزلي تشتري الطلبات بتاعتِك ديّة، أولًا أنتِ نازلة بالقايمة أو الليستة اللي أنتِ عملتيها لنفسِك، تاني حاجة إن أنتِ ما تاخديش فلوس أكتر من اللي أنتِ عايزاها، أنا باحدد كده مثلًا الحاجات ديّة مثلًا هتقطع لها في حدود 300، 400 جنيه، يبقى ما فيش داعي إن أنتِ تنزلي ب700، 800 جنيه لإنِّك أنتِ كده بتفتحي مجال لنفسِك للشرا بدون داعي. يعني إيه؟ هتلاقي نفسِك عمّالة تصرفي وعمّالة تجيبي وعمّالة تاخدي في حاجات أنتِ مش محتاجاها، لإن أنتِ معاكِ فلوس وأنتِ مش حاسة إن أنتِ بتصرفي حاجات كتيرة، تقولي ما كل حاجة البيت هيحتاجها بعد كده، في حين إن أنتِ ممكن ما تحتاجيهاش يعني قريب، يعني ممكن تحتاجيها بس بعد يعني بعيد تكون مثلًا صلاحيتها باظت، تكون أنتِ مش محتاجاها أصلًا، تمام؟ فأنتِ بتشتري بالورقة والقلم تنزلي وأنتِ بتشتري تاخدي فلوس على قد الحاجة اللي أنتِ هتجيبيها فقط لا غير، ما تزوّديش. ممكن لو هتزوّدي هتزوّد حاجة طفيفة، أزوّد مثلًا 50 جنيه، 70 جنيه، 80 جنيه، يعني بأقصى حد أقصى 100 جنيه هتزوّديه على المقدار اللي أنتِ مثلًا لظرف مثلًا يحصل وأنتِ برّه أو وأنتِ مثلًا في للمواصلات أو لقيتِ مثلًا حاجة عليها عرض كويس. البند اللي بعد كده يا بنات وهي فكرة الحصالة، إحنا في البند التاني إحنا قُلنا الادخار قبل الصرف، الادخار اللي قبل الصرف ده إحنا قُلنا أنتِ بتشيليه للزمن، أنتِ بتنسيه خالص. طب أُمّال فكرة الحصالة ديّة إيه؟ أنتِ بتعملي عن حصّالتين، حصّالة شهرية وحصّالة سنوية. الحصّالة السنوية ديّة أنتِ بتجمّعي فلوسها لحاجة أنتِ عايزاها خلال السنة، يعني مثلًا هتعمليها من رمضان لرمضان، هتعمليها من الصيف للصيف، هتعمليها من مناسبة عندِك لمناسبة تانية. بحيث إن أنتِ مثلًا أنا مثلًا عايزة أعمل على الصيف تجديدات في البيت، يبقى أنا الصيف اللي جاي عايزة أعمل تجديدات في البيت، يبقى أنا من الصيف دوّة هاعمل حصّالة لتجديدات البيت، أنا هاسميها كده اكتبي عليها، ده هيديكِ كمان حافز إن أنتِ تحوّشي. طب هاحوّش فلوسها منين؟ ما أنا خلاص ادخرت من قبل ما أصرف أساسًا المرتب. بُصّي يا ست الكل، أنتِ نزلتِ اشتريتِ طلبات أي فلوس فاضلة معاكِ بس فوق ال20 جنيه أنا باحطها في الحصّالة ديّة، لإن أنا عندي الحصّالة التانية اللي هي الحصّالة الشهرية دي اللي أنا هاحط فيها الفكة، اشتريت النهارده طلبات فاضل منّي 2 جنيه، 3 جنيه، ديّة اللي أنا هاحطهم فين، في الحصّالة اليومية اللي أنا في آخر الشهر أنا هافتحها، آخر الشهر الحصّالة اليومية ديّة خلّيها ليكِ أنتِ، لنفسِك أنتِ كده اعتبريها مكافأة ليكِ، تجيبي بيها إيه،
تجيبي بيها أي حاجة لنفسِك أنتِ عايزاها، مثلًا علبة كريم، علبة مُرطِّب مُرطِّب للبشرة، عايزة تجيبي lotion اللي أنتِ نِفسِك طرحة جديدة، مثلًا ما من اللي هي طبعًا هيكون فلوس فيها مش كتير أوي، يعني أنتِ يوم ما تجمّعي فيها هيبقى في حدود 100 100 جنيه، 150 جنيه، ديّة خلّيها ليكِ أنتِ، بحيث إن أنتِ تكافئي نفسِك كل شهر بحاجة أنتِ عايزاها. والحصّالة التانية اللي أنا قُلت لِك عليها يبقى ديّة اللي أنتِ عايناها المناسبات أو اللي هي الحاجات السنوية اللي أنتِ هتعمليها. الفكرة اللي بعد كده وهي يا بنات التفريزات اللي هي ال فرز معلش هي فرز محتويات البيت من خزين قبل الشِرا، إحنا قُلنا البند دوّة قُلناها أو الفكرة ديّة إحنا قُلناها مع الشِرا بالورقة والقلم. زي ما أنا قُلت لِك من الحاجات اللي هتخلّيكِ تصرفي بذكاء أو تعرفي أنتِ جايبة إيه وأنتِ محتاجة إيه، إن أنتِ لازم تعملي جَرد للحاجة لخزين البيت اللي عندِك قبل ما تنزلي تشتري، يا رب إن شاء الله كيس ملح قبل ما هانزل أشتريه هابقى أنا عارفة بيتي محتاج إيه وبيتي ناقصه إيه. لحد هنا كده نُص الأفكار ولسه باقي الأفكار في الجزء التاني إن شاء الله بإذن الله. أتمنى تكوني استفدتِ ولو بجزء بسيط، قولي لي لو عندِك فكرة تانية تساعدنا أو تساعد حبايبنا في التوفير، إخواتنا في التوفير، اكتبيها لي تحت في الكومنتات. لحد هنا خلص الفيديو ونكمل في الجزء اللي جاي وأشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.